عن زهير بن الكعب، عن الكعب بن جزمة، عن نعل بن الحذاء، عن الحذاء بن صرماية، عن صرماية بن صندل، عن مشي أصبع أنه قال: بينما كنت أكزدر في ضواحي الكوفة، وإذ رأيت رجلا بالموتوسيكل على الدوليب الوراني، لابس عوينات ريبا، يشبه على الناس، يشفط ويخمس ويربع. وإذ مر على بقعة ماء فبلل رجل مار بالماء، وإذ بالرجل يقول له: دردشتني. فالتف الأول وضحك وبزق على شواربه، فأكمل المار ونزل إلى سوق يقال له سوق الأحذية على الرمل العالي، ودخل إحدى المحلات وسأل البائع: بكم هذا التمبرلندي يا هذا؟ فأجاب البائع: بدرهمين. فقال الرجل: أعجبت بتمبرلاند بدرهمين، أهو مهرب من سوريا أو مصنوع في حي السلم؟ فضحك البائع: مهضوم مهضوم، من أنت يا بضاعة؟ فأجاب الرجل: أنا الخليفة عمر بن الخطاب. فقال البائع بتعجب: أنت الخليفة؟ شو بيهرب الخليفة اللي بيبيع فلافل على خلتي؟ فجن جنون عمر وسحب عصاية البيسبول وأراد أن يضرب البائع، لكن البائع طلع أذكى منه، بلعه الجزمة، وبرواية أخرى ضربوا بالصرماية على بوزه. وإذ بدرك مرأ حد المشكل فناداه عمر وقال: يا وطن يا وطن يا وطن. متفق عليه، أخرجه الشيخان.